ذكر المؤرخون وأصحاب السير أن صنم العزى من أشهر الأصنام وأعظمها، وتم ذكرها في القرآن الكريم، وكانت تسكنها جنية، وكان المشركون يعبدون البيت ويطوفون به، وتكلمهم هذه الشيطانة من داخله، فتزيدهم غيا إلى غيهم وضلالا إلى ضلالهم. وكانت العزى بنخلة، وكانت لقريش وجميع بني كنانة، وكانت سدنتها بنو شيبان من بني سليم. وعندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه في 30 فارسا من أصحابه إلى صنم العز، وهو من أكبر أصنام قريش تعظيما، فهدمه خالد. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فاهدمها. فرجع خالد وهو متغيظ، فجرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس، أي شعر رأسها منتشر تحث التراب على رأسها وتولول. قال خالد: وأخذني أقشعرار في ظهري، فجعل السادن يصيح بها، أي يقول: يا عز عوريه، يا عز خبليه، وانشد أعزي شدي شتا، لا تكذبي أعزي فلقي للقناع، وشمري أعزي إن لم تقتل اليوم خالدا، فبوئي بذنب عاجل فتنصري. فضربها خالد ففلقها من رأسها نصفين، وهو يقول: يا عز كفرانك، لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، تلك العز، وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبدا.